السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. النهاردة هتكلم على حلم بيخلي البنات كتير بتبقى قلقانة متوترة لما تشوف الحلم ده. البنت العزباء لو حلمت إنها حامل هتصحى من النوم تقول هو في إيه؟ أنا حامل مع إن أنا مش متجوزة. صدقيني الحلم ده مش بس زي ما انت بتتخيلي، ومش معناه إن في حاجة غلط، لأ بالعكس. ساعات بيكون بشارة، وساعات بتكون رسالة من العقل الباطن، وساعات بتكون إنذار، وساعات بتكون كشف منامي. هنعرف التفاصيل دي كلها في الفيديو، تابعوني. بس قبل ما ابدا التفاصيل، اي حد عنده رؤيه ومحتار في تفصيلها يكتبها لي اسفل الفيديو وان شاء الله هفسرها له. وما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه. اول حاجه، الحمل العزباء مش دايما بيكون حاجه وحشه، بالعكس الحلم بالحمل ممكن بيرمز انك انت ممكن تكوني شايله هم كبير قوي، او ممكن تكوني شايله سر تقيل جواكي. ممكن كمان بتكوني بتفكري في مشروع وقلقانة منه وشغلة دماغك بيه. ممكن تكون في مشكلة جواكي ومش عارفة تقوليها لحد وعايزة حلها. احيانا كمان بيكون امور مكبوتة جواكي مش عارفة تعبري عنها. انا بفسر الرؤية على حسب سياق الرأي، بفسرها بجميع الحالات، وكل واحد بيسمع الفيديو هيقدر يفسرها على حسب حالته هو. اوقات الحمل امتى الحلم بيكون بشارة؟ الحمل بيكون بشارة امتى؟ لو حلمتي انك حامل ومبسوطة ومفيش اي ألم ولا خوف، ده معناه انك انت هتدخلي على مرحلة جديدة في حياتك. ممكن تكون وظيفة، او ممكن لو انت في الدراسة بتكون نجاح، او حتى ارتباط قريب ليكي. والبيبي اللي في الحلم هو حاجة معناها ان في حاجة هتتولد في حياتك الفترة الجاية، خصوصا لو كانت البيبي ده بنت. البنت بترمز الى بشرى بحياة مقبلة ليكي الفترة الجاية. طب امتى بقى هنحلم بقى ونحس ان الألم بقى الحلم بقى يقلق؟ لو حلمتي ان الحمل في المنام مع ألم او توتر، ده معناه انك انتي بتكوني شايلة عبء او ضغط نفسي. ممكن يكون من الدراسة، حمل هم الدراسة، أو ممكن مشكلة مع الأهل، أو ممكن مشكلة مع الناس اللي حواليك. ساعات كمان بيكون علامة على انك انت محتاجة ترتاحي شوية وتفضفضي مع حد قريب، ترتاحي شوية من ايه، من ضغوط الحياة، وتفضفضي وتحكي الأسرار اللي مكتومة جواكي. امتى بقى الحمل بيكون حسد؟ نعرف ازاي ان الحمل بيكون إشارة أو إنذار ان في حسد؟ ايوه، احيانا في حالات معينة بيكون كده. لو حلمتي انك انت حامل وبطنك كانت تقيلة جدا ومش قادرة تمشي، او انك مش قادرة تولدي، او خايفة حد يشوفك، فده معناه ممكن تكون طاقة حسد او عين حاجزة الطريق جواكي، مؤخرة كل امور حياتك، موقفة الدنيا عندك. هتلاقي الحلم ده معناه انك انتي مش عارفة توصلي لهدفك او توصلي لامنياتك، او كل ما حاجة بتسعي اليها بتقف ما بتكملش. فالمنام بيعرفك وبينزلك بيقولك ان في الحقي نفسك عندك حسد، لازم تسمعي رقية شرعية وتاخدي بالك من النقطة دي. الحمل امتى بقى؟ الحمل بدون زواج في الحلم. لو حلمتي انك حامل من غير جواز وكنتي مكسوفة او خايفة، ده معناه ممكن يكون في ذنب او حاجة غلط عاملاها. ده بقى لو انت بقى، ده من العقل الباطل بقى، حلم عقل الباطل بيقول عن نفسه، بيحكي في المنام انك انت ممكن تكون في ذنب عملتيه، او حاجة غلط عاملاها، وضميرك مأنبك وزعلانة من جواكي ومش مرتاح، او انك بتحبي حد في السر، او انك عندك سر في نفسك مخبياه عن اللي حواليكي. احيانا وساعات كمان بيكون ضغط المجتمع او ضغط اشخاص حواليكي، فكل دي افكار في الدماغ مؤثرة على احلامك. خلاصة الفيديو ده كله بيقول الحمل في الحلم مش دايما معناه جواز او فضيحة، ساعات بيكون بشارة بفرحة جديدة، ساعات بيكون هم او سر جواكي. ولو في ألم أو توتر فغالبا بيكون في حسد أو طاقة سلبية محتاجة تخرجيها. لو حلمتي بالحمل وافتكرتي دايما انك كنتي فرحانة او متوترة، او البطن كانت خفيفة، او البطن كانت تقيلة، كل تفصيلة بتفرق في التفسير. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش تعملي لايك وتشتركي في القناة واكتبي لي كومنتك حلمتي انك حامل، وكملي وانا هرد عليك وهفسرهولك بنفسي. شكرا.